صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو الكلام لمس قلبك ما تنساش الاشتراك في القناة. وأنا بغسل الميت لفت نظري رقبته. رقبته كانت أقوى من الطبيعي، مش رقبة بني آدم. وقتها حسيت بقشعريرة خفيفة في ظهري، مش خوف قد ما هو إحساس إن في سر مستخبي ورا المنظر ده. سكت ومعلقتش. الغسل عبادة ومش وقت استغراب ولا كلام. بس عيني كانت كل شوية ترجع لنفس المكان، وكل مرة أحرك جسمه علشان أكمل الغسل رقبته تطول أكتر، كأنها بتتمدد ببطء. أنا ما كنتش أعرف عن الميت ده أي حاجة، لا اسمه ولا عمله ولا قصته، غير إنه والد إمام مسجد. وكل اللي كنت أعرفه إن ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم حي وميت، وأنا لازم أعمل اللي عليا. القصة بدأت قبلها بساعات. اتصال جالي في وقت متأخر من الليل، واحد بيكلمني بصوت تعبان ومكسور: يا شيخ، محتاجك تيجي تغسل أبويا، انتقل إلى رحمة الله. قلت له من غير تفكير: إزاي؟ أنت إمام مسجد وما تغسلوش أنت؟ سكت ثانية وبعدين قال برجاء واضح: أرجوك يا شيخ تعالى. وافقت وطلعت، وأنا ما كنتش أعرف إني داخل على قصة عمرها سنين طويلة. وصلنا لمنطقة صعبة، طرق ضيقة، بيوت قديمة، شوارع ما تدخلهاش عربيات بسهولة. وقفنا العربية وكملنا مشي، وكل خطوة أحس إن المكان له هيبة غريبة، مش رعب لكن ثقل. وصلنا بيت شعبي بسيط. سألت الابن: والدك فين؟ في البيت ولا المستشفى؟ قال: لا يا شيخ، فوق في ملحق الدور التاني. طلعنا سلم وبعده سلم لحد ما وصلنا. دخلت لقيت الراجل ممدد على سرير خشب. مكان الغسل ضيق لكن نظيف، فيه تكييف ونور كفاية، كأن ربنا مهيأ المكان. بدأنا الغسل، سترنا الجسد ونوينا، وكل حاجة كانت ماشية عادي لحد ما ظهرت الرقبة. وقفت لحظة، مش خوف، استغراب صافي. رقبة أطول من الطبيعي، ومع كل حركة تطول أكتر، حاجة مش مألوفة. قلت في نفسي: سبحان الله، أكيد وراها حكاية. كملت الغسل وكفناه، والسؤال جوايا بيكبر بس ما نطقتش. قبل ما ننزل للجنازة سمعت الابن بيقول لإخوته: روحوا المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني، وقولوا لهم الصلاة على فلان هتكون في المسجد الكبير اللي على الشارع العام. استغربت وقلت له: ليه كده؟ ما تصلوا عليه في أي